مرحبا، شلونكم عيوني؟ إن شاء الله كلكم بخير. اليوم فيديو بسيط لكن ممتع وإن شاء الله يعجبكم. ونبدي بالفيديو مالتنا ونقول بسم الله والله مصلي على محمد وآل محمد. هنا حبايبي قعدت اليوم يعني من بعد فترة الريوق ما عندي أي شيء، لأن مخلصة مكملة شغل كلياته بالليل. فقط سويت لهم الريوق وغسلت بماعين الريوق. فكمشت الخاوليات هذول اللي أنا كل أسبوع تقريبا كل فترة أبدلهم، هذول اللي يجون سيت، يعني مخصصة واحد للكاونتر، واحد للثلاجة، واحد للطباخ. فكمشت الخاولي وبديت يعني بللته وعصرته كل الزين وبديت ألمع بالكاونتر. أحب كل شي بالمطبخ عندي، أهم شي يمكن أنا أكثر شي بالبيت أحبه هو ترتيب المطبخ وتلميع الغراض، وأحب كل شي يعني أشوفه يلمع، يعني قطرة تراب أو دهن بالمطبخ ماكو. فهنا أني وأشتغل بالمطبخ مشغلة القرآن الكريم، أحب كلش أسمعه وأندمج وياه وأردد وياه وأشتغل، يعني يصير لي واهز كلش قوي. ووحدي بالبيت تعرفون، يعني كل من بعمل الصبح وحدي بالبيت، وإحنا قليلين، يعني إحنا 3 مرات بالبيت أو 4 مرات، يعني فدائما أني طول النهار وحدي بالبيت. فمشغلة القرآن ليل نهار، عندي تلفزيون المطبخ وأشتغل وأردد وياه، يعني أستفاد كلش، بحيث حفظت هواية عدا قراءتي بالقرآن يعني من اللي أسمعه. فهنا قلت لكم مستمرة بتلميع أغراض المطبخ. وشنو بعد، يعني قلت لكم ما عندي أي شيء اليوم شغل، فقلت خلي ألمع الغراض وأمسحهم. طبعا أغراض البيت كلياتهم أنا مسحتهم، وآخر شيء اجيت على المطبخ ماكو تراب الحمد لله على الغراض والأثاث مال البيت، لين تعرفون الجو مطر، والبارحة ما شاء الله خير الله، المطر خير من رب العالمين، إن شاء الله مطر خير يا رب علينا وعلى أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تعرفون احنا هاي السنين كلياتها محرومين من المطر، والناس هسه متخبلة هاي شنو مطر وما ادري شنو، ولو خطية الفقراء اكو ناس بيوتهم يعني تخر عليهم بالمطر خطية، الله يعينهم ويكون بعونهم يساعدهم. والشوارع عندنا همات، يعني اكو بعض مناطق ما تنطلع من تمطر، ومثل ما تشوفون ما خليت ميز طباخ، طبعا الطباخ مغسول، لكن هاي عندي يعني مثل السولة لازم، يعني هذا خاول الطباخ واحد مثل ما قلت لكم. فاكو ناس هواية تستفاد من المطر، اللي يزرعون واللي يعني الحمد لله على كل حال. فاليوم الحمد لله بعد مطر البارحة اللي الليل كله، اليوم صبحنا شمس. وبعد ما كملت قلت عندي للغداء تشريب دجاج، خلي أحضر للعشاء من هسه. فشنو عندي اليوم أريد أسوي كباب لحم عجل ويالية، وكباب صدر دجاج. تعرفون أكو هواي ناس يعني محرومين يعني أو ممنوعين من اللحم. فأني سويت شكلين اليوم كباب، قلت بلكي تستفادون من هذه الطريقة. عندي بالبيت واحد يريد كباب دجاج، يعني هذا كباب عروق، كباب طاوة. هنا أنا ثرمت صدر الدجاج وياه شوية لي حتى يكون هش، وثرمت لحم عجل اليوم أنا عندي تقريبا نص كيلو أو أكثر، وثرمت وياه لي. فمثل ما تشوف ترمت هنا البصل شكلين، عندي الأخضر وعندي هذا البصل الأحمر، وعندي طماطة، وعندي ملعقة معجون طعام، وهنا بابريكا وبهارات مشكلة وشوية فلفل أسود وملح وطحين، وهناك عندي معدنوس وكرفس سوية هذولي. وشنو بعد، واللي شفتوها هاي حبة شجر كبيرة، يعني اللي اخواننا العرب يسموها كوسة، خاف يتابعون الفيديو ما يعرفوا شنو. حبة الشجر ثرمتها ناعم. مرات يعني مو دائما اخليها ويا الكباب، لكن جربوا تنطيل الكباب طعم يجنن. وعجنته مثل ما شفتوا. وهنا اجا وقت العشاء وبديت اني ما يعني طاوة واحدة أقلب بيها وأظل أنتظر وأطول، أنا أخلي 3 4 طاوات على النار وأشتغل. بلشت هنا أقلي كباب الدجاج واحد وكباب اللحم واحد، وهنا سويت زلاطة، وهنا كبة همات منزلت لكم إياها أني فيديو، كبة حلب بتمن العنبر ولحم العجل تجنن. وسويت زلاطة خس خشنة، ما أسويها ناعمة وتروح السوائل اللي بيها وتنمرد، وخضورات، وهمات قليت بوتيتا فينجر،
وطرشي وياه هذا الثوم المتبل يحبوه كلش، وهاي الليمون وهمات يعني طماطة سويت، أخاف ما حد يريد سلطة ناعمة يعني، هاي اللي قلت لكم عليها. وشنو، وهذا كان نتيجة عشانه خير ونعمة من رب العالمين. سهمكم العافية. أنصحكم تجربون طريقتي بالكباب تجنن. يعني قبل ما أضيف شجر وياها، لكن تعجبوا على طعمه لما ضفت له حبة الشجر. إن شاء الله يا رب تكونون تستفادون من الطبخات اللي أنزلها، والصمون الحار سووا لفات، وألف عافية على اللي أكل، وقالوا كلش طيب الكباب والكبة، عاشت إيدك. يعني شوية تغير مرات نسوي. وهنا سوينا مفاجأة الريان لين يجونا على العشاء. اليوم عيد ميلاده، تعرفون احنا حزانة يعني على اختي المرحومة الله يرحمها، فما نسوي يعني خطية، هذا طفل قلنا خلي نسوي له مفاجأة، نجيب له كيكة عيد ميلاده. فمثل ما تشوفوا خطية حتى بملابسه مال البيت وحتى بالمطبخ. وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله، واحبكم هواي، مع الف سلامة وباي باي، وانتظرونا بفيديو جديد. في امان الله.